بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الأكارم، بإطالة هذا الشهر الفضيل، شهر البركة والرحمة والمغفرة والرحمة، فنسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم. واقعا شهر رمضان فيه مائدتين، المائدة الأولى المائدة المعنوية والمائدة المادية. المادة طبعا مادة الطعام الآن لا نجعل همنا لملء الجوف، فهنالك الإنسان يترقب بعض الشيء لأحضار الحلوى والدجاج والسمك وكذا، صحيح مطلوب لكن مو بقضية الإفراط. اليوم المادة المعنوية تكون أفضل. الآن سفينة نوح عليه السلام سفينة مادية، ولكن سفينة الإمام الحسين معنوية. إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة، بينما سفينة نوح هي المادية اللي حملت 80 شخصا مع الحيوانات. فاليوم الشيء المادي والمعنوي، المادة اليوم مطلوبة صحيح، الطعام والشراب، لكن مو حد اللي نصبوا إليه ملء الجوف. الإنسان يستطيع أن يملأ هذا الجوف في قطعة من الرغيف أو شيء من التمر أو الحساء أو الماء الدافئ، لكن القضية المعنوية اليوم الإنسان وهي غذاء الروح والقلب وأجرها عظيم. اليوم هذه الروح تحتاج إلى تربية، إلى كبح الشهوات والنزوات، فلا بد الإنسان أن ينظر جيدا، مو يصبو فقط إلى الطعام والشراب، صحيح لتمشية الحال واستمرار الحياة كقضية الزواج والتناسب والتناسل. فقضية اليوم قضية الطعام لملء هذا الجوف، فلا نجعل همنا فقط. صحيح الإمام الحسن سلام الله عليه يقول: لا تستشيروا أصحاب البطون الجائعة. صحيح اليوم الإنسان منهمك كيف يوفر لقمة الطعام إلى أطفاله إلى عياله، صحيح، لكن اليوم احنا محتاجين تربية وأخلاق، وهذا الغذاء الروحي. طبعا الغذاء الروح وغذاء الجسد كلاهما مطلوبان حتى تستمر هذه الحياة، ولنجعل وحدة انطلاق للكل الآن في هذا الشهر الفضيل، ملء البطن من الطعام الحلال، وغذاء الفكر والعقيدة بأخلاق وتربية أهل البيت سلام الله عليهم من المستوحاة من القرآن الكريم، وهو العطاء الكبير. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بالصيام والقيام ببركة محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.